السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء السعادة ومساء كل حاجة حلوة. النهاردة بقى إن شاء الله مع بعض في فيديو جديد. وقبل كده ما تشوفوا الفيديو متنسوش دعوة حلوة لأختكم كده وتحطوا لي لايك، ربنا يكبر بخاطركم يا رب إن شاء الله. النهاردة بقى ابتديت معاكم يوم رمضاني كده من أوله. عارفين والله انا مش عايزه اخرج من البيت، بس الايام ديت مش عارفه ليه الخروجات مش سايباني في حالي. زي ما انتم شايفين كده بقى، انا كنت رحت خدت اولادي ورحنا المستشفى، لان امبارح لقيتهم تعبوا كده وجالهم سخونيه. غزل كانت بايته عند ماما، وكوكي وحمزه كانوا هنا معايا. لقيت ماما بتتصل عليا تقولي الحقي ده غزل ايه، غزل سخنه خالص. ف طب يا ماما هاتيها كده مش عارفه، قالت لي لا سيبها لي شويه وانا هقعد يعني معاها وكده. خليكي انتي بقى تعبانه طول النهار من ساعه ما كنتي بتجيبي الهدوم وكده، فلا خليكي ريحي شويه. فعارفين ببص لقيت في نفس الوقت كوكي برضو ايه، سخنه. يا نهار ابيض، قلت لا بقى خلص انا هاخدهم هما الاتنين واشوف كده الدنيا فيها ايه، لان الصراحه خلاص انا كده هسهر مع بدل ما اسهر لوحدي واسهر ماما، لا اسهر بيهم هما الاتنين. فاخدتهم بقى، والله تعبت خالص يعني. الحمد لله الحمد لله على كل حال. قلت بقى يمكن على الصبح يكونوا كويسين، ما فيش اي حاجة، برضو تعبانين. فقلت لا خلاص كده انا هروح بقى اكشف عليهم. زي ما انتوا شفتوا بقى كده خدتهم، وكانت ساندي معايا. باباهم جالي الصراحة. كان في الشغل النهاردة، والمفروض كنت هفطر برا عند ماما. سبحان الله، كل يوم اجازة اقول هفطر فيه عند ماما. مش عارفة يا جماعة والله في ايه اللي بيحصل. يا خروجه محتاجه اجيب حاجه، يا ورايا حاجه هعملها، مش عارفه الظروف اللي مش ظابطه ان انا افطر مع ماما زي رمضانات اللي فاتت دي. بس بقى كده الحمد لله كشفنا عليهم اطمنا يعني، والدكتوره قالت لي ان هي نزلت برد شديده، والاتنين تقريبا كده يعني التهابات في اللوز. وزي ما انتوا عارفين الدور دوت، مع ان كوكي كانت لسه واخداه، والدكتوره استغربت قالت لي يمكن عشان انتوا اديتوها الحقن وما كملتوش بمضاد حيوي. بس عارفين والله الدكتورة ما كانتش اللي قبليها يعني ما كانتش قايلة ان احنا نكمل بمضاد حيوي شرب. خدت بس حقن مضاد حيوي وخلاص. طبعا بقى دخلت المطبخ، عارفين هو حرفيا قسما بالله الساعة 5:15 كنا واصلين البيت. فاللي هو مديت بسرعة جدا، انا مش عاملة اي حاجة. طبعا رامي معانا قالوا له خلاص افطر، وبعد كده بقى ايه تعالى لنا. يعني هو استأذن بس لما رحنا كشفنا عليها، وقالوا له ايه هترجع تاني يعني. فاللي هو بقى ايه قال لي خلاص انا هفطر معاكم، فبسرعه اعملوا اي حاجه. خلاص فاضل ساعه، الحمد لله طلعت اللحمه المفرومه ديت كنت ايه يعني حطاها في التلاجة، على اساس بقى انا مش عارفه ظروفي فيها ايه، مش عارفه ايه اللي خلاني طلعتها من الفريزر حطيتها في التلاجة. فرحت دخلت بقى كده في المطبخ على طول، ما لحقتش حرفيا ان انا اغير هدومي، يعني عارفين اللي هو انا ايه مستعجله جدا، ما عنديش وقت ان انا اعمل اي حاجه. لا انا هخش بهدومي عادي، هخلص يعني هخلص طالما مش خارجة بعد كده، فخلاص عادي بقى ان انا هقف بهدومي والدنيا تبقى تمام. بس بقى كده وقفت، وزي ما انتم شايفين كان عندي كده الرز، رحت بقى ايه نقعاه بسرعة، وقلت يلا بقى ايه هعمل شوية رز كده بالخضار بالبسلة والجزر يعني. ودي اكلة بصوا بموت فيها جدا جدا، طعمه خطير قوي. شبيه للكبسة، بس الكبسة بيبقى فيها لحمة او فيها فراخ، لا ده انا بحط فيها خضار. بس ديت بقى بعملها من زمان قوي الاكلة ديت، وبتبقى حلوة. انا مش ماليش قوي في الطبيخ كتير، ما بحبش الحاجات اللي فيها تقليات قوي. رخرة يعني، يمكن لما بنيجي نعمله بيبقى طعمه بالنسبة لنا الطبيخ ده بيبقى جاي على شوقة، يعني هو طعمه حلو قوي ووحشنا وكده. لكن انا لا معودتش عيالي الصراحة عليه، انا عودتهم ان انا اعمل اكل ما فيهوش طبيخ كتير. طبعا دي اذواق، ومش عارفة بقى كل الناس هتوافقني الرأي ولا لا. بس انا بقى بحب اعمل البسلة بالطريقة ديت في قلب الرز كده، حتى بتبقى طعمها لذيذة، وتقومي تحسي ان الاكل خفيف كده على المعدة، مش لازم الصلصة يعني والتسبيكة والكلام ده. بس بقى اللحمة زي ما قلت لكم ان انا كنت مطلعاها، فروحت بقى متبلاها خلاص. هعمل شوية كفتة صغيرين كده. بص لو مش محضرة معاكم توابل، يعني مش عندي اصلا توابل كفتة خالص، فعارفين اللي هو اي حاجة بخترع. والله وحتى الخلاط وانا كنت بضرب البصل وكده.
ما كانش مظبوط معايا زي ما انتوا ما شفتوا. حتى ساندي جت قعدت ساعدتني فيه ان احنا نعمله ازاي. طب نعمل كده، المفروض كنت صفيت البصل، انا ناسيه خالص ان احنا نصفي ميه البصل. عارفين هو استعجال في استعجال مش اكتر. انا خلاص قدام مني ساعه وعايزه اخلص. كمان جيت اضرب الخلاط بقى لقيته بايظ. مش عارفه في ايه اللي حصل. كل حاجه ورا بعضها النهارده كلها ايه في الضايع. بس هو نصيب، عارفين ان هو ايه كل حاجه نصيب من عند ربنا، الحمد لله يعني. إيه لقيته بقى بايظ، قلت لها لا يا سنتي اضربي لي بقى جوزة الطيب والحبهان على ايدك. بصوا الخلاط بيطلع دخان، انا مش عارفه في ايه. والله كان يوم عجيب وغريب. الحمد لله يا رب على كل حال. ربنا يشفي اولادنا جميعا يا رب، ويخليهم لنا ويحفظهم يا رب، ويبعد عنهم اي سوء. عارفين لما تيجوا تسرحوا في نعم ربنا، يعني والله العظيم انا سرحت في يعني الحمد لله في نعمة وجود الاطفال وان هما يكونوا اصحاء ديت. انا قعدت والله يعني بكيت من خشية ربنا. الحمد لله يا رب على فضلك ونعمك يا رب كتير. الحمد لله ربنا يخليهم لنا يا رب ويحفظهم، ويا رب يرزق كل مشتاق كل حد نفسه في ذرية صالحة كده يا رب يرزقه بيها ان شاء الله يا رب. جت بقى ساندي بصوا ساعدتني، بقولكوا اللحمه مجمده، فعارفين اللي هو ايه بحاول باعلى قدر ممكن ان انا افتتها كده بايديا من الانسجه بتاعتها. خلاص انا مستعجله جدا ومش عندي وقت وعايزه اعمل بقى ايه في اسرع وقت ممكن. فحاولت بقى فيها ساندي برضو عماله تعمل بتقول احنا، انا قلت لها عماله اقول لها احنا مدارين احنا الاتنين على الكاميرا، يعني الناس كده ايه مش شايفانا. انتوا عارفين المطبخ ضيق فمش عارفين ايه، يعني حرفيا بياخد شخص واحد بالظبط. هو طويل بس يعني مش بياخد شخصين يقفوا جنب بعض. بس صفيت بقى كده شويه من التابل، قلت لها كفايه قوي كده، لا اتكلي على الله بره بقى ايه اعملي انت مع نفسك وسيبيني بقى انا ايه هحاول على الاقل قدر ممكن ان انا ايه اظبط الكفته مع بعضها. بس فضلت بقى اعجن فيها كده لغايه ما اتظبطت والدنيا بقت ايه الحمد لله في احسن حال. والله شويه المواعين اللي كانوا عندي دول كان المفروض ان هم يخلصوا، بس عارفين لولا تعب الاولاد من امبارح وكده، فاللي هو انا مش ما عنديش وقت ان انا اقف اعملهم. خلاص انا غزول بتخليني اشيلها طول اليوم، مش عايزه يعني تبعد خالص عني. وكوكي كمان مدروخه فكان اهتمامي كله بيهم، ما كنتش قادره ان انا اعمل اي حاجه خالص في الشقه. الايام دي تقريبا كلها ايام الخريف دي بتبقى احيانا يعني تقلبات الجو فيها مش قد كده، فمع الاطفال بيبقى فيه امراض في الجو، فيروسات ماشيه. فالحمد لله يا رب على كل حال الحمد لله. هنا بقى ايه قلت اعمل طبق سلطه كده خفيف وسريع، علشان احنا الصراحه انا عيالي مش هياكلوا. يعني انا بعمل كفته والرز بالخلطه وهما برضو ايه ممكن ما ياكلوش، يعني حرفيا هما فعلا مش قادرين ياكلوا. فقلت حاجه ايه زي طبق سلطه يبقى خفيف كده، يمكن العيل لما يشوف الالوان فيه مبهجه يمد ايده بقى عليه ياكل منه لقمه كده يعني. ده كان دماغي. كنت ساندي كل شويه عماله اخليها تروح وترجع التلاجة. تقول لي يا خالته طب لما انتي عايزه الجرجير عايزه ده قوليلي. اقول لها معلش معلش حقك عليا انا بنسى والله دماغي. عارفين خلاص فاضل تقريبا ساعه على المغرب وانا او كده كمان كنا في نص الوقت اللي هو فاضل نص ساعه، عايزه اخلص عايزه انجز مش عارفه اعمل ايه يعني. اصلا انا مش محضره انا هطبخ ايه النهارده، عارفين الحته ديت. فاللي هو انت بتطلعي اي حاجه موجوده دماغك مش مركزه انت هتعملي ايه. يمكن حتى مش قال لي ان هو كان خلاص كشف علينا وكان هيمشي. وبعدين لقيته بيطمنوا عليه يعني وكده، بيقولوا ايه الاخبار الاولاد وكده، فقال لهم ايه الحمد لله وكشفنا وخلصنا وكتبت لنا على تحاليل وكده. فقالوا طب خلاص افطر عندك وتعالى. فاهمين فاللي هو ايه يعني في اخر اليوم خالص قال لي ان هو جاي معانا. فانا من دماغي مش عارفه اعمل ايه بتاع، بس الحمد لله ربنا فعلا بييسر الامور. ربنا ييسر لنا امورنا جميعا يا رب. ولقيت نفسي بقى ايه كده خلاص الحمد لله خلصت. والله يا جماعه المغرب يا دوبك قال الله اكبر والحمد لله كنت الحمد لله مخلصه كل حاجه. بس بقى الاير فراير ديت منجزه منجزه بجد. يعني انا قلت لكم ان انا هعمل لكم ريفيو عنها، بس الصراحه خطيره يعني. ولا ولع فرن ولا اعمل اي حاجه، لا هي اسرع بكتير. وكمان ايه ما شاء الله عليها، انت لسه هتسخني الفرن ديت لا، دي الله اكبر عليها حاضرة على طول وترك كده ايه
معاكي وبتخلص منجزة منجزة بمعنى الكلمة، مش اي كلام. فنصيحتي ليكوا لو انتوا حابين بجد تاكلوا اكل صحي واكل حلو هي ديت. انتوا شايفين، بصوا انا يا دوبك عملتها اهو، بصوا في ثواني، ولا نقطة زيت بقى ولا اي حاجة. طبق السلطة رأسان دي ربنا يكبر بخاطرها ما شاء الله عليها، خلصته على طول. هي كانت بتقطع الخضار بره عشان ايه، زي ما انتوا عارفين المطبخ ضيق جدا. وانا هنا بقى كده خلصت الكفتة، وقلت بقى هرصها خلاص، كنا بقى بنغرف يعني، خلاص اللي هو مدفع الافطار هيضرب واحنا لا، مش هينفع نقول مش هنطلع اكل. فالحمد لله بقى كده غرفنا اهوت كده على طول. الرز برضو ما خدش معايا وقت، يمكن انتوا لاحظتوا طريقة عمايله سهلة خالص. كل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وانتوا سعداء، كل سنة وانتوا في احسن حال يا رب. طبعا اللي على وش الرز ده كنت بحط الزبيب، ولقيت شوية جوز الهند اللي هو بيبقى عامل زي القطعة الكبيرة ديت. فساندي بقول لها انا هحط الزبيب، قالت لي ماشي تمام. فقلت لها وجوز الهند، قالت لي مش معقولة يا خالته تحطي، قلت لها هحط يا ساندي ويبقى طعمه حلو. عارفين احنا بنحب نجرب طول الوقت، فجربت والله بجد كان لذيذ. هنا بقى كده حطينا الاكل، بصوا عشان الاستعجال حتى ما احناش ايه ما فرشناش حته على طول.